عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاربوا الغلاء بالاستغناء. وهذه احسن وصفه لعلاج غلاء الاسعار اليوم. الحوت، اللحم، الدجاج خليه قاقي، خليه خناز، باش هادو اللي شاعلين العافيه في الاسعار ومحتكرين السوق يتردعوا. طاقه المواطن ما بقاتش كتحمل الغلاء والزيادات الصاروخيه في الخضره، الفواكه، الحوت، اللحم، الدجاج، البيض، زيت الزيتون. المواطن ولا كيتسلف باش ياكل ويعيش، ما بقاش كيفكر يدير الدار ولا الطوموبيل، وبسكليت هي التاليه ولات حلم صعب المنال. الحكومه هضره جوج، ها الجفاف ها التضخم. واش حتى الحوت في البحر عليه الجفاف؟ احترموا ذكاء المغاربه. الحكومات اللي عندها الكبده على الشعب وما مغرقاهاش كريديات مع البنك الدولي، الا تزاد 1% ديال التضخم كتزيد 1% ديال الاجور مع كل زياده على حده. دمرتوا شي حاجه سميتها الطبقه المتوسطه، وردمتوا وطحنتوا الطبقه الفقيره والهشه. بغيتوا تبقاو غير نتوما والبطرونه. الله يعطينا وجهكم. حشومه، عوض نناقشوا الاستثمار، تقليص البطاله، مواضيع ذات اهميه اللي تساهم لنا في تحقيق التنميه البشريه المستدامه، باقيين حاصلين غير مع غلاء الاسعار. ولا يسعني الا ان اختم بقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. صدق الله العظيم.